السلام عليكم اخوتي. اليوم حبيت اشارككم عن هذا الفيديو عن الحبوب المستنبتة وفوائدها العظيمة. اخواني، هاي الحبوب المستنبتة، تعرف الطير هذا احنا ساجنينه تقريبا، فيصير عنده نقص هواي عناصر غذائية، فما يتعوضن، لأن هو تعرف هذا مو بالطبيعة وإحنا حتى يعوض الطير. أخوتي، هذا الحبوب المستنبتة يعني يعتبر شيء طازج وبيه عدة بروتينات، يعني شلون نقول، يعني شيء جديد طالع، مثل فشي مستنبت جديد، يعني يصير بيه قيمة غذائية عالية. هسه أنا راح صورت لكم شلون استنبته، وإن شاء الله راح أنزل لكم فيديو شلون تستنبتونه بصورة صحيحة، وشلون تتخلصون من البكتيريا اللي تصير خلال الاستنبات مالته عيوني. فهسه راح نوزع هذا على ذن الطيور. هو كميات قليلة ياخذ من عندهن، حاولوا مو يومية، يعني بالاسبوع مرتين ثلاثة، حتى بحيث يكتسبن فيتامينات وبروتينات عالية. هسه هذا الحمطة أنا هذا استنبته هو تقريبا يومين أو 3 أيام يستنبت، ويصير بهالشكل هذا، يعني بحيث الحباية مالته استوها تطلع الجنين مالها، حتى تكون به القيمة الغذائية عالية. حاولوا لا تخلونه يطول أكثر من هذا الحد، حتى يبقى شلون نقول تازه. هسه أنا عندي ذني هذا الطيور الحب جاي أسوي إعداد إلهم. هو هذا سبحان الله ربك مسوي بيه يعني فد بركة، يعني تسوي لك فد هيك صم صغير، يصير عندك هواي قيمة، يعني يصير بيه كثرة. هسه أنا جاي أوزع على ذي الطيور، حتى إن شاء الله أنزل لكم فيديو شلون تستنبتونه بصورة صحيحة وآمن يكون للطيور. هذا الطير مسجون خطية، يعني يصير عندنا نقص هواي من العناصر الغذائية. هسه احنا كبشر مو ننوع بالأكل، إننا مسجونات، فلذلك يصير عندنا نقص. هاي حنطة اخواني مستنبتة القمح، احنا بالعراق نسميها الحنطة. فإن شاء الله راح أنزل لكم فيديو على استنباته وبصورة صحيحة، بحيث يكون آمن ونظيف وخالي من البكتيريا. يعني شوف هسه هذا يعني مو رأسة تجيبه وتستنبته، لازم انت لك شروط وموازين تمشي عليها، حتى بحيث يصير استنباط صحيح. اخوتي، اريدكم تشاركوني بالقناة هاي بحيث نذبح السمناني الساعة تجي تاكل. شاركونا بالقناة وطونا على لايك واعجاب، حتى اقدر انزل لكم عن الطيور الحوب. إذا تحبون اكتبوا لي بالتعليقات شنو اللي تردونه، مثلا بالنسبة للطيور الحوب شو تريدون يا نوع صورة لكم، وانتم ان شاء الله تدللون. يلا اخوتي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مالك.